الأطفال كل الناس بتشوف الجانب الحلو بتاعهم، بس أنا بشوف الجانب الوحش، العياط، السويت وحاجات تانية كتير. فوجودي جنبهم بيقلقني. بس من كام يوم قريبتي اتصلت بيا وسألتني بقولك ايه، ممكن تجيب يوم الحضانة؟ طب وانتي ما تجيبوش ليه؟ عشان هتأخر شوية في الشغل. طب وجانا؟ في الجامعة. طب وداليا؟ تعبانة مش منزلة من البيت. طب وعمر؟ مسافر. طب يا ياسين روح جيبه وخلاص. اتدبست. فكنت لازم اعمل خطة، لازم حد يجي معايا عشان يبعد الاطفال عني. قلت مين ممكن يحميني؟ صح، انا عندي ماضي مع البادي جاردز، فكنت لازم اجيبهم. ايه رأيكم في رسمي؟ انفع. المهم الخطة ان احنا نجيب بادي جاردز ونعمل لهم اختبارات عشان نشوف مين اقوى واسرع بادي جارد فيهم واعصابه قوية، عشان احنا نروح حضانة فمش عايزين اي بادي جارد يتعصب عليهم عشان هم اطفال برضو. فاحنا هنجيب البادي جارد اللي عدى كل الاختبارات دي، بعد كده نروح الحضانة عشان نجيب يو. يلا بينا. الخطوة الاولى السرعة. رجالة عامل ايه؟ الاخبار؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ كله حلو؟ جاهزين؟ متحمس قوي الصراحه. هنعمل ايه بعد كل ده؟ سؤال حلو قوي. هنعمل ايه بعد كل ده؟ انتوا هتواجهوا اصعب مهمه هتواجهوها في حياتكم، بس قبل ما نعمل المهمه دي لازم نعمل كام اختبار الاول عشان نشوف مين احسن واحد فيكم عشان يجي معايا. تمام. جاهزين؟ يلا بينا. يلا. البادي جاردز دلوقتي بيسخنوا ورايا. ليه هقيس السرعه؟ عشان الاطفال خفاف وعندهم طاقه، فممكن يكونوا في اي حته في اي وقت. جاهزين؟ جاهزين. ماشي، 1 2 جو. ماشي اوكي تمام. جاهز السمع؟ جو. ماشي جو. وفضلت اقيس سرعته. بعد كده كوتش رامي قال لي تعالى ثانيه وشالني وجري. فلما سالته ليه عمل كده، طب انت ليه عملت كده؟ عشان لما نروح المهمة اعرف برضه لو حبيت اشيلك في المهمة. ماشي جاهزين للخطوه بعد كده؟ جاهزين. يلا بينا. ماشي. وانا ماشي مع البادي جاردز في النادي حسيت بالقوه وحسيت ان المهمه هتنجح ان شاء الله. الخطوه الثانيه القوه. دلوقتي الرجاله ورايا بتسخن. احنا دلوقتي في فان فينتشرز في الميريلاند. دلوقتي هنقيس القوه بتاعت البادي جاردز عشان احنا رايحين حضانه، والحضانه فيها اطفال كتيره، فممكن الاطفال تتجمع عليا، فانا لازم اختار البادي جارد اللي عنده القوه ان هو يشيل اي طفل ممكن يتجمع عليا. خلاص سخنتوا؟ كله تمام؟ جاهزين؟ كوتش حسن اول واحد. جاهز؟ جاهز. ماشي يلا. استنى ثانيه واحده. هو انت ليه حطيتها؟ لا اضرب بس. محدش كان فاهم انا ليه حطيت صورة الطفل، بس هيعرفوا قريب. كوتش كنت عايز اسالك ايه رايك في اللي بيحصل ده؟ والله مش عارف هو ايه اللي احنا بنعمله ده اصلا، هنخلص امتى؟ وكل واحد ضرب البانش باك باقوى حاجة عنده، وكانوا فاكرين بجد ان المهمة هتكون صعبة. وبعد لما خلصنا ما طلعناش بس باقوى بادي جارد، طلعنا كمان كسبانين. الخطوة الثالثة الاعصاب. ماشي يا رجالة، انا جمعتكم هنا عشان هنلعب ريست. ماشي؟ بس اللي هم مش عارفينه اني هشغل صوت اطفال بيعيطوا، ولو ده خلى اي بادي جارد يتعصب ده معناه ان هو هيكسب عشان اعصابه ضعيفه. واحنا مش عاوزين كده عشان مش عاوزين اي بادي جارد يتعصب عشان دول اطفال فبني ادمين برضو يعني. مين اول اتنين؟ انا وكابتن سامح. ماشي اوكي يلا بينا. اول ماتش ما بين كوتش رامي وكوتش سامح. وايه الصوت ده؟ سيبك منه كأنه مش موجود. ماشي المهم هنلعب دلوقتي ريست جو. الصوت كان بيوترهم، كان باين. اوكي تمام عاش يا كوتش عاش. تاني ماتش كوتش حسن وكوتش ثابت دلوقتي هيلعبوا جو. على النظارات كمان. الترابيزه هتتكسر. انا بقلق من الاطفال، بس ما ينفعش اجيب بادي جارد معايا يتعصب عليهم. كوتش حسن في الماتش ده صوت الاطفال اثر عليه، عشان كده بيلعب باقوى حاجه عنده. ماشي ايوه ماشي. كوتش حسن كسب. عاش كوتش ثابت. عاش. كوتش انت ايه رايك في اللي بيحصل ده؟ أنا مش عارف ايه الهبل اللي احنا بنعمله ده اصلا، وايه اللي جايبنا هنا اصلا، وايه الصوت ده؟ اخر ماتش
ما بين الكسبانين يعني الخسرانين يعني. المهم هنشوف مين هيكسب فيهم، ملهاش لازمه الحوار ده. بس المهم كوتش حسن وكوتش سامح هيلعبوا دلوقتي. جو. ماشي. عشان كوتش حسن يعني الخسران، قصدي الكسبان. ماشي حصل خير. عايش يا كوتش. اوكي كده معايا كل حاجه. شكرا يا رجاله. ماشي كده عملنا كل الاختبارات و اخدت كل اللي انا محتاجه. ان شاء الله هكلم حد فيكم بكره اللي هو الكسبان في كل الاختبارات اللي احنا عملناها. ماشي اشوفكم ان شاء الله بكره. ان شاء الله جود لك. اللي هكلمه هو اللي هيجي عشان نعمل اقوى مهمه. ما ينفعش اقولها لكم غير بكره عشان من كتر ما هي ما كانوش عارفين في ايه. ما اظنش كانوا فاهميني اصلا. بس كده عملت كل الاختبارات اللي انا محتاجها. نقفل الصوت ده بقى عشان مش قادر. ازاي بيتقفل؟ كفايه. مهم بعد لما كله مشي، بعد اختبارات طويله واختيارات صعبه، اللي هيجي بكره هو اكتر واحد ينفع للمهمه دي. كنت قلقان من بكره عشان كل حاجه عملناها وتعبنا عشانها النهارده مرتبطه ببكره. الخطوه الرابعه المهمه، البودي جارد اللي اخترته اللي عدى كل الاختبارات هو كوتش رامي. كوتش رامي السرعة 67%، القوة 78%، الأعصاب 88%. كوتش عامل ايه؟ الأخبار كله حلو؟ بقول لك ايه يا كوتش، ابوس ايدك خليك معايا. دي اللحظة اللي كنا مستنيينها واللي اتمرنا عليها امبارح طول اليوم. بص هندخل نجيب يوي ونطلع على طول. ماشي؟ ما تخليش أي طفل يلمسني. لا تمام. ماشي؟ معرفش انا قلقت اصلا. دخلنا وفي دماغنا حاجة واحدة بس ومفيش غيرها، وهي ان احنا نجيب يويو ونطلع على طول. فين يويو؟ كان في طفل حاول يدوسني بعربيته اللعبة، قال ايه مش قصده، بس الحمد لله بودي جارد وقفه. مش هنا. فضلنا ندور على يويو في كل حتة بس مش عارف ليه ما كناش لاقيينه. يويو ما شفتوش؟ يويو كان كبير واطفال كتير قوي. كنت متوتر عشان مش لاقيين يويو. بس هنلاقيه يعني، اكيد هنلاقيه. صح؟ اكيد هنلاقيه. فاضطرينا نسأل زمايله في الحضانة لو شافوه. كوتش رامي فتسألها لو شافت يويو. شفتيه؟ لا ماشي. شفت شو؟ شفته؟ فينه؟ شفته؟ فين؟ هو؟ يويو هنا؟ محدش شاف يويو. طب ردوا علينا يعني، ردوا علينا يعني. ايه قلة الأدب دي؟ يويو ايه؟ ضايع. يويو ضايع؟ يعني ايه؟ احنا مش هنلاقيه ولا ايه؟ شفتي يويو؟ لا أنا خلاص ما تقلقش. الأطفال دول كائنات مزعجة والله. مش عارف، مش لاقيين يويو في أي حتة. أنا فقدت الأمل بجد. أكتر حاجة كانت مخلياني قلقان طاقة الأطفال. حد شاف يويو؟ بجد بيعملوا حاجات مستهترة قوي. بصوا اطفال اشقياء. طب دورنا في كل حتة في الحضانة بس برضو ما لقيناهوش. كل الأطفال يعتبر مشيت خلاص من الحضانة بعد كل حاجة عملناها، غير إن دي أول مرة قريبتي تطلب مني حاجة. كنت متضايق قوي لحد ما سمعت الصوت جنبينا. سمعت صوت؟ ايه ده؟ يا يويو انت بالك قد ايه هنا؟ يويو اخيرا. يا ابيض يويو يلا عشان هنمشي. كل الناس اللي في الحضانة مشيت. يلا ايوه. وبس كده لقينا يويو وهوديه لقريبتي وبكده المهمة نجحت. انت كنت كل ده قاعد هنا؟ احمينا لو اي طفل جه. في اي طفل مضايقك في الحضانة؟ لو في اي طفل مضايقك في الحضانة قول لي، معانا بودي جارد وبتاع. مفيش حد؟ يعني نطلع؟ ماشي. اخيرا الحمد لله. شكرا يا كوتش والله، من غيرك ما كنتش عارف اجيب يويو.
لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم في الفيديو اللي جاي. هخلع انا بقى.